داروين مؤسس نظرية التطور ما كانش يعرف ان هو واسرته ونسله من بعده هيكونوا ضحية التطور. داروين كان عنده 10 اطفال من زواجه من بنت عمه إيما. اتوفى منهم 3 في طفولتهم، كان منهم بنته آن اللي اتوفت وهي عندها 10 سنين وكانت اقربهم لقلبه، وكان لوفاتها اثر مدمر عليه. داروين دايما كان عنده شكوك ان زواج الاقارب هيكون سبب وباء عليه وعلى ابنائه، خصوصا ان عيلتهم بتحمل بذرة المرض، وكان طول حياته لما بيتعب حد من ابنائه كان بيخاف عليه من الموت. داروين وابنائه ال7 المتبقيين عاشوا حياة مليئة بالوجع والمرض، و3 من ابنائه الذكور كانوا مصابين بالعقم، ومن كتر المعاناة اللي شافها في نفسه وفي ابنائه قال: نحن عائلة بائسة يجب علينا الانقراض. القصة دي رغم انه مر عليها اكتر من 150 سنة لكنها بتفضل مثال حي ازاي ممكن مرض وراثي يكون سبب شقاء اكتر من جيل، وده اللي اكدته الدراسات اللي اتعملت على نسل داروين من بعده في 2010، ولقيت ان شجرة العيلة متشابكة مع زواج الاقارب والموت المبكر. ايه علاقة الامراض الوراثية بزواج الاقارب، وازاي نقطة دم قبل الجواز ابرك من 10 بعده؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة. انا عزة مغازي وده المستقصي. الأب والأم ممكن يورثوا لأولادهم أكتر من 1100 مرض، بداية من الاكتئاب وصولا للوفاة في سن مبكر. في منها اللي بيمنعه ياكل طبق الفول، الوجبة الرسمية للمصريين، وفي منها اللي بيخليه يخاف من شكة الدبوس. في دراسة بحثية أجراها المركز القومي للبحوث بالتعاون مع جامعة عين شمس، الدراسة استمرت 3 سنين، والهدف منها عمل خريطة لأكتر الأمراض الوراثية اللي بتواجهها محافظة الجيزة. الباحثين في الدراسة قاموا بفحص 73260 طفل على مدى 3 سنين من يوليو 2004 حتى يونيو 2007، وده من خلال المرضى اللي بيترددوا على العيادات الخارجيه لطب الاطفال ووحدات العنايه المركزه للاطفال وحديث الولاده بمستشفى بولاق الدكرور ومستشفى امبابه، بالاضافه للمترددين على مركز الرعايه الصحيه الاوليه بالطلبيه ومركز الرعايه الصحيه الاوليه بالجيزه وعيادات الوراثه البشريه بالمركز القومي للبحوث. في الدراسه تم تشخيص اصابه 3417 حاله بمرض وراثي مؤكد. الدراسه لقيت انه في 3 اطفال من كل 100 طفل بيدخلوا الحضانه بعد الولاده مصابين بمرض وراثي، وان في طفلين من كل 100 طفل تقريبا اتكشف عليهم في العيادات الخارجيه لطب الاطفال كان عندهم مرض وراثي، وفي الغالب محدش من اهلهم يعرف. الدراسه شايفه انه كان ممكن تجنب 28% من الاصابات دي لو تم الاخذ بعين الاعتبار الاصابه السابقه لاحد افراد الاسره بمرض وراثي فيما يسمى بالوقايه السنويه. يعني كان ممكن ننقذ ما يقارب من 1.5 مليون طفل مصري بيعاني من مرض وراثي من اصل 5 مليون حاليين لو اخذنا بعين الاعتبار الدراسه دي. الدراسه كمان بتقول ان نشر الثقافه الصحيه لمعرفه وفهم الامراض الوراثيه الاكثر انتشارا في المجتمع هي اول خطوه لمنع الامراض الوراثيه. الهدف من الفحوصات الجينيه هو الكشف المبكر عن الازواج المعرضين لانجاب طفل مصاب بمرض وراثي خطير. مصر فيها 5 مليون شخص عندهم امراض وراثيه، 33% منهم ناتج عن زواج الاقارب. من كل 20 مصري نقدر نقول في واحد عنده مرض وراثي، ودي نسبه كبيره. لما بنقلل الامراض الوراثيه او بنكتشفها بشكل مبكر بنقلل العبء المجتمعي، وبدل ما يتولد شخص بيمثل عبء على والديه وعلى الدوله والمجتمع بيتولد شخص طبيعي ومنتج. في دراسه اخرى اجرتها كليه الطب بجامعه عين شمس وكانت خلاصه 43 سنه بحث، وبعد الكشف عن اكتر من 600 الف طفل لقي ان خطر الوفاه في الاطفال في زواج الاقارب المقربين كان اعلى ب50%، وخطر الوفاه في الاطفال في زواج الاقارب البعيدين كان اعلى ب27% من زواج غير الاقارب. متوسط زواج الاقارب في مصر حسب الدراسه كان 35% من نسب الزواج، وبيصل احيانا في القرى ل60%، وبيحتل الزواج من ابناء العمومه 85% من النسبه دي. اغلب الامراض الوراثيه لا شفاء منها، واللي ليها علاج فعلاجها بيكلف الحرمان واسلوب حياه قاسي، واحيانا بتوصل جرعه واحده ل1 مليون دولار لانقاذ حياه الطفل. عشان كده الوقايه خير من العلاج، ونقطه دم قبل الجواز تعمل بيها التحاليل اللازمه عشان تكتشف الامراض الوراثيه اللي عند الام او الاب ابرك من 10 بعده. يعني لازم نعمل تحاليل قبل الجواز، بلاش زواج الاقارب خصوصا لابناء العم، وان كان الامر مسلم به يبقى نعمل كل الفحوصات والمسح الجيني للامراض الوراثيه المحتمله، ولو كنا بالفعل متجوزين جواز اقارب يبقى نعمل الفحوصات وفحص للجنين. في كل
كل مرحله من مراحل حمله. لو قدر الله وكان بالفعل احد افراد الاسره مصاب بمرض وراثي بيمثل تهديد او اعاقه للحياه، يبقى نتجنب الخلفه او نلجا للحقن المجهري. هناك هيستبعدوا البويضه المخصبه اللي بتحمل مرض جيني، وهيعملوا حقن للبويضه المخصبه السليمه فقط. قبل الجواز من المهم اللجوء للمراكز المتخصصه لاجراء دراسه مفصله للتاريخ المرضي للعائله، واجراء التحاليل الطبيه والوراثيه قبل الجواز. عيادات الوراثه بالمركز القومي للبحوث بتقدم خدمات استشاريه وفحوصات للامراض الوراثيه. ان كنتم مقبلين على الزواج، زيارته مش هتكلفكم كتير، لكن هتحمي اطفالكم من خطر كبير وتوفر عليكم تعب انتوا في غنى عنه. وان كان بعيد عنكم تقدروا تطلبوا نصيحه اخصائي امراض وراثيه لمعرفه التحاليل المطلوبه لحالتكم. خلال فتره الحمل نتجنب اي شكل من اشكال الملوثات، بلاش نتعرض لشمس الظهيره، نسبه الاشعاع عاليه، نتجنب الفاكهه والخضار المرشوشه بالمبيدات ونغسلها كويس قبل الاكل، نبعد عن السجاير والمدخنين وعن دخان الحال التبال والمبيدات المنزليه. الادويه بدون استشاره الطبيب او الصيدلي سبب كافي لحدوث تشوه للبيبي. ومن هنا خلصت حلقتنا، وما تنسوش تقولوا لنا عن اكتر الامراض الوراثيه اللي بتشكل قلق ليكم. فريق الصفحه هيساعدكم اكتر على فهمها والوقايه منها، ومنتظره اللايك منكم والشير علشان الاستفاده توصل للكل. ربنا يحميكم ويحمي اولادكم، وما تنسوش الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس على اليوتيوب. اشوفكم الحلقه الجايه.